ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم، خلاص رمضان بقى على الابواب يا بنات. قلنا كده نعمل حاجه حلوه قوي معاكم، وهنعمل ان شاء الله العيش الشامي باذن الله بمقادير وتكات. الاول يا بنات معايا كيس خميره من اللي هي الفوريه اهي، الباكت ده كده هفضيه كله. نجيب بقى السكر، بسم الله. نحط كده معلقتين محترمين سكر كده، تمام قوي. طبعا لا فيه زبده بقى ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، فالحاجه دي بتبقى حلوه قوي رمضان ان شاء الله، ولسحور رمضان وللفطار كمان. عايزين حاجات خفيفه. ومعايا لبن بسم الله ما شاء الله وبخيره، ده لبن بقري يا بنات. معايا كيلو، وانا معايا كيلو وربع من الدقيق. نعمل الاول الخميره بتاعتنا نبوشها حلوه قوي مع السكر كده. طيب يا بنات، انا كده طبعا دوبت الخميره والسكر مع بعض. انا هركنهم هنا بقى شويه عشان عايزه الخميره بتاعتي دي اشوف درجه الفوران بتاعها هتبقى عامله ايه، وهسيبها على جنب. هعمل ايه دلوقتي؟ هشاهد الدقيق بتاعي. طبعا لازم نشاهد دقيقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الدقيق نضيفه لكل حاجه، بس لازم برضو نشاهده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول كده نعمل الحاجات دي في بيتنا يا بنات. كل حاجه بقت غاليه، الله المستعان. وربنا كده يا رب يجعل رمضان سعيد علينا جميعا يا رب، على الأمة المسلمة، اللهم امين يا رب. طبعا عايزه اشكر اخواتي وحبايبي اللي معايا في القناه، ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب. كل ما بتاخر كده بتخشوا تدوني نشاط كده وتسالوا عليا، بارك الله فيكم. بس والله يا بنات عايزه اقول لكم ان طبعا كلكم عارفين يعني ان ثالثه اعدادي دي بتبقى صعبه قوي، والقاء بتمتحن وخلاص الحمد لله امتحاناتها كانت بتمتحن يعني. ما كنتش عارفه اصور عشان هي اللي بتصور. ربنا يصلح حالها ويصلح حال الجميع يا رب. طيب انا هصبر هنا بقى شويه لما اشوف الخميره بتاعتي فعاله ولا لا، عشان ما ينفعش احط الحاجه على حاجه تبوظ الدنيا. لازم اشوف الخميره ناشطه ولا لا. هنزل كده يا حبايب قلبي بمعلقه من الملح اهو. الخميره طبعا اتفعلت وبقت حلوه قوي. لازم تبين فقاقيع يا بنات على وش اللبن او على وش الميه. تمام، يلا بينا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ريحه الخميره باينه. ده اللبن ده يا بنات بخيره، ما شلتش من على وشه ولا شلت الوش بتاعه ولا اي حاجه. بسم الله. طبعا ما حطيتش الكيلو اللبن كله. نقف كده ونلم العجينه بتاعتنا ما شاء الله. عايزه اقول لكم يا بنات ان ريحه الخبيز والحاجات دي في البيت بتبقى ريحتها ما شاء الله تبارك الله احسن من اللي انت بتجيبيها 100 مره من بره. فمهما كانت الحاجه حلوه بره، وهي بتبقى حلوه طبعا في بقنا كلنا وبيعجبنا حاجه بره جدا، لا اعملي، حاولي تجربي الحاجه بتاعت البيت، اعمليها كده بايديك وبنظافه لاولادك، فرق كبير قوي. طبعا كل حاجه بقت مولعه نار، اللهم المستعان على الايام اللي احنا فيها. حطيت كده اللبن كله، ولسه هحتاج لبن برضه. عجينتي لسه ناشفه، لسه ما لمتش الدقيق بتاعه كله. عند بقيه الكيلو وهفضي شويه. بسم الله. طبعا في دقيق بيختلف من مكان لمكان، وده يا بنات دي لجميع الاغراض يعني، ماهوش نوع معين. انا مستخدمه هنا نجوم الكوثر، انت تستخدمي اي نوع انت عايزاه. طبعا يا بنات لازم نخدم العجينه حلو قوي، عشان طبعا هنا العجينه دي بتعتمد على خدمتها يعني ايه؟ يعني عجينها كده كويس والتك كده، وخلي ايه في ضمير في العجين. العجين له حق علينا يا بنات، ولازم نديله حقه. تمام، وتطلع قبه معاكي كده وتطلع زي العسل. طبعا في ناس كتيره بتعمل العيش الشام بميه، وانت وراحتك. في لبن برضو، في ناس برضو بتعجنه باللبن الجمسي برضو، دي انت وراحتك. انا هنا عملته باللبن البقري.
خلاص يا بنات كده ما شاء الله العجينه اهي تبارك الله. انا اتشهدت عليها طبعا، عارفين اللي لازم نشهد على العجينه كويس قوي اهي ما شاء الله. هاخد بس كده نقطه من الزيت كده على ايدي، نقطه بسيطه. طبعا هو متحطلوش زيت، بس انا هنقله في طبق تاني. عايزه كده اديله اللمعه اللي هي ايه، تحس ان العجينه معاكي ما شاء الله ناعمه. شايفين العجينه يا بنات ما شاء الله تبارك الله زي الاستك، الله اكبر. ومن غير عجان ومن غير اي حاجه اهي، عجناها على ايدينا زي الفل ما شاء الله. هنا بقى هنقلها اهي يا حبيباتي، واغطيها بقى حلو قوي عشان التخمير بتاعنا احنا في البرد، وعشان تخمر معايا بسرعه. طيب يا بنات عشان التخمير بتاعنا دلوقتي انا عايزه العجينه تخمر معايا بسرعه. هعمل ايه؟ جبت ميه سخنه اهي في الطبق اللي مكان العجين، وهنزل كده في بقلب العجينه تمام، واحط عليها ايه حاجه تكبس عليها تمام. ثواني هنا انا جبت كده صينيه اهي خلاص كده خلاص. بس ثواني بقى دي كمان دي حاجه تتقل، انا عايزه كل الهدف هنا ان العجينه معايا تقوم بسرعه، فانا بحط عليها حاجات تتقلها. نكشف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله الله اكبر. شوفوا يا بنات والله العظيم، شايفين العرق ربع ساعه بالظبط كانت ما شاء الله تبارك الله. شايفين الجمال ما شاء الله. اعملوا الخطوه دي حلوه قوي يا بنات، هتنفعكم في ايام البرد اللي احنا فيه. ثواني يا كوكو. شايفين يا بنات الله اكبر الله اكبر بجد. شايفين العجينه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عسل يا حبايب قلبي. نجهز حاجه كده عشان على طول نقطع العجين ونحط تحتها تمام. بسم الله. وانا من غير ما اهبطها او من غير اي حاجه هقطع عجينتي على طول اهي يا بنات. شايفين لو جت معاكم الطارصه كبيره تعملوها كده اهي اهي يا حبايبي. الرخامه بتاعتك طبعا نظيفه وكل حاجه، بس نفرش عليها كده برضو يكون نظيف، او ملايه يكون ما بتستخدمهاش بس تكون نظيفه برضو اهو، عشان اللي هنخبزه هنجيبه هنا ان شاء الله بامر الله. هنبدا نجيب يا بنات من اللي احنا قرصناه الاول تمام اهو. شايفين كده بالتدريج نبدا واحده واحده. بسم الله اهو يا حبيباتي. نجيب النشابه بتاعتنا نوسع بس نفسنا الاول. وهنا يا بنات النشابه بنعتمد عليها عشان بتظبط لنا الرغيف احسن من ايدينا. تصبري كده وحاولي تسوي الرغيف بتاعك. انا مش راضيه اتك عليه قوي اهو يا حبايبي. كان عايز يفضل برضو شويه لان العجينه بترجع معانا تاني، بس احنا نظبطها بقدر الامكان زي بعضها. شايفين يا بنات بيكش تاني ازاي، لان هو كان عايز يفضل كمان شويه، بس انا عشان هيختمر هنا في ايه مستعجله على حب. لكن انت سيبيه براحتك. لما يكون بقى في رمضان هنعمله ان شاء الله من بعد صلاه الظهر كده، ونسيبه بقى هناك لما القرب العصر باذن الله. انا بصراحه بفضل العمايل بايدي، لكن لو انتش عارفه تشتغلي بايديكي اشتغلي بالنشابه زي ما وريتك كده. عملت طبقه اهي تحت تمام، والطبقه التانيه فوق منها خلاص، وهغطيهم بالشكل ده كده. ومعايا برضو المفارش التانية اللي انا كنت مغطيه بقى العجين ونغطي عليهم برضو اهو، ونتقل الغطا عشان ده برضو لازم في الدور ده يخمر زيه زي اول مره. يعني يا حبايب قلبي العيش بتاعه خمر ما شاء الله. تيجي كده على وشه وتعملي بالفرشه دي كده
معاك ميه بقى وعايزه تعملي بميه، مش فايض عندك لبن اعملي، عايزه تحطي مثلا لبن حطي، دي حاجه ترجع لراحتك انت. ولو في بخاخه يبقى افضل، هحط سمسم وهحط حبه البلح اهو يا حبايبي. احنا كده بنتعلم من بعضنا كلنا وبنكمل بعض. ولعت الفرن بتاعي يحمى، طبعا العيش بتاعي ارتفع وبقى زي الفل. نجيب الصاج بتاعنا، وده الصاج الخبيز يا بنات، هو مش وسخ، لا هو اللي شكله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله تبارك الله، ما شاء الله. العيش هاش وخفيف وجميل جدا كده. تكوني كده بالراحه وانت بتشيليه، بتحطيه كده ان شاء الله. عايزه اقول لكم يا بنات ان اصلا الرغيف خفيف وانا بشيله، مش تقيل كده، لا ما شاء الله، تحس بخمر وانت شايلاه. بس كده الصاج بتاعي اهو، نحط عليه الفرن ونعلي بقى ايه من تحت ومن فوق، نخلي ناره حلوه كده. لا كده او لا، يا حبيبي الجمال، شايفين تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله، بيتكلم عن نفسه. كله ما شاء الله، طالما خمران كويس وعجينتك مظبوطه ما تخافيش عليه، هيقب معاكي ان شاء الله. اهم حاجه نارك من تحت تبقى مظبوطه برده. شايفين يا بنات ما شاء الله، الله اكبر، شايفين الجمال والحلاوه، شايفين اهو بسم الله ما شاء الله عليه زي العسل. خلصنا شويه العيش ما شاء الله تبارك الله، من كيلو وربع دقيق طلعنا كميه قد ايه عيش. بنروح نشتري الخمس رغيف بقد كده يا بنات ب 15 جنيه، والرغيف ايه يعني، وعاملينه بحبه البركه وعاملينه بالسمسم. شايفين يا بنات، شايفين الرغيف مفتح ازاي، تبارك الله ما شاء الله اهو. ولا سمنه بقى ولا زيت، وبلبن بقري بس ودقيق من البيت. شايفين الجمال، عيش الافران عملناه في البيت بمنتهى السهوله يا بنات. عملناه بالعيش الشامي بتاع الافران، عشان في رمضان باذن الله ما نحتاجش لاي حاجه ونعمل حاجتنا في البيت. مش شايفين الكميه يا بنات، تبارك الله. حبيت ادهن وشه زيت يا بنات، لكن ما بجد ما انصحكوش تدهنوا. شايفين اهو، تجربه انا مريت بها. والاحسن من ان انتوا تحطوا كمان على وشه لبن، لا حطوا على وشه ميه، بيطلع في منتهى الجمال اهو. يعني عملته بالزيت وعملته بالميه وعملته باللبن، ودي نتيجه الميه يا بنات. اللبن اهو، فرق بسيط خالص. شايفين الرغيف عامل ازاي، والخميره هنا عليها رق جامد زي ما انا قلت لكم. يلا يا بنات بقى، ما تنسونوش في اشتراك في القناه ولايك عشان حبيبتكم، واعملوا لي كومنت حلو كده عشان اعرف بتتابعوني منين. يلا في رعايه الله.